أصحوا يا سودانيين، هذا أنا أسميته عارنا الوطني الكبير، وعلينا أن نغسل هذا العار. ومن هنا أنا أطالب كل الشعب السوداني بقيام حملة وطنية لتفكيك ميليشيات الجنجويد المسمى بالدعم السريع. ليس هذا فحسب، بل مراجعة جنسياتهم بما فيها الدقلوا الذين دخلوا السودانيين كتشاديين، دخلوا السودان كتشاديين، والآن حاضرتهم قال اسمها أم القرى. أسأل حميدتي من 200 اسمها أم القرى، وأول مرة سكنت فيها سنة 90 كان اسمها شنو؟ قبل ما تجوا انتوا. والناس اللي كانوا فيها هسه قاعدين وين؟ وأحب أقول للناس، لأهلنا في الشمال ولأهلنا في الوسط النيلي وفي أقصى الشرق، اللي بيحصل في دارفور بيجيكم بيحصل لكم في بيوتكم. والآن في مجموعات أهلنا من دنا ولحمنا ودمنا، من المجموعات المتبدية التي تعيش في البادية، كان هواوير كان في الشمالية، وجو قعدوا مع أهلنا في البحر على البحر عشان يتحاشوا الجفاف الحاصل. الآن ميليشيا الجنجويد بقيادة المجرم حميدتي قاعد تجند فيهم، بيجندوهم في الشمالية وبيجندوهم في الشرق وبيجندوهم على أساس إثني عرقي. أنا من هنا أطالب كل القوى الوطنية أن تعمل على قيام حملة وطنية ويكون لها شق دولي لتفكيك هذه الميليشيا ومحاكمتهم للجرائم التي يرتكبونها على أساس يومي. وفي ده أنا بقول واضح، ده الحاصل في دارفور. عشان كده اتفاقية السلام تاع جوبا لم تناقش هذا نهائيا، لم تناقش هذا. ليس هذا فحسب، بل شرعنت لهؤلاء الجنجويد الميليشيات. أكثر من ذلك الآن في الميزانية العامة يدعموا ميليشيا الجنجويد، وهذه خيانة للوطن، خيانة للوطن. وليعلم الجميع أنني منذ أول يوم ظللت أكرر الإنغاز ما انتهى. يتعلق بطريقة تفكيك الدعم السريع، أحب أن أقول لك كلام. في كل القوى التي تحمل السلاح في السودان أضعف حلقة هي الدعم السريع، أضعف حلقة. ولعلمك الدعم السريع عبارة عن فزاعة استخدمها عمر البشير كفزاعة، والآن يستخدمها برهان كفزاعة. فزاعة. الدعم السريع أضعف المجموعات التي تحمل السلاح. الدعم السريع يظهر لك قوي في ظل غطاء سياسي كالغطاء السياسي الذي منحه له عمر البشير، الغطاء السياسي الذي منحته قحط الخائنة للدعم السريع واعترفت به في الوثيقة الدستورية. تسحب الغطاء السياسي عن الدعم السريع تظهر لك عورته. أقول لك كيف؟ المجموعات التي جاءت من أهلنا جابوهم من تشاد والنيجر ومالي، هو كلهم كم؟ هم كلهم ما جايين مليون. شيل المدنيين منهم الذين لا ينبغي أن يمسوا ولا ينبغي أن يحملوا مسؤولية لأنهم مضللين أيضا. شيل المدنيين خدهم. الجنجويد كم؟ قول 100,000، وبقى ما في غطاء سياسي. للجيش معهم، للبوليس معهم، للأمن معهم، للقاعدة الشعبية معهم. والله من غير ما أنت تشيل في وشهم عصاية يجروا ما يقيفوا إلا في السنغال. وما تنسى الجبن مركب فيهم الذي يقتل النساء ويغتصب الفتيات العزل ويحرق القرى. هذا الجبان، هذا عمل ما فيه مروءة ولا فيه رجولة ولا فيه شيء ولا فيه دين. وشوف الايديولوجيا بتاعهم شنو بعد ده. الله اكبر الله اكبر تقول، وهم لا دين لهم. هسي الدولة كلها معهم. عشان كده المستضعفين من اهل دارفور واقفين يعاينوا لما حيحاربوا الدولة، كما حدث كما ثبت لما حاولوا يدافعوا عن نفسه لقوا الدولة واقفة مع ديل. عشان كده قلت هذا هو عارنا الوطني علينا ان نغسله. واقول للناس الاسلام عروبيين، بقول لك طيب الناس اللي قاعدين في مناطقهم بنعمل لهم شنو؟ الاولويه الان لمن نزح من داره ولمن لجأ الى الدول الاخرى، دي الاولويه.
الأولوية للضحايا، لأنه أهلنا المدنيين التابعين المجموعات السودانية التي تم استخدامها وجاءت من تشادب النيجر، أهلنا المدنيين ديل هم تم استغلالهم، وأولادهم يتدرجوا بهم، عملوا لهم درجة عشان يحموهم، باعتبار انه اللي بيستهدف حميتي بيستهدف مجموعة المحاميد او المهرية او اولاد منصور. لا لا، نحن ديل ما بنستهدفهم، ديل هم ذاتهم ضحايا. ولعلمك شفت المركز ده مركز اسلام عروبي ليس جغرافي، لكن دائما النخب تركب ظهر أهلها عشان تنضم للهاي كلاب، لنادي علية القوم. شفت هسه حميدتي ومجموعة القيادات تحت الميليشيات انضمت للهاي كلاب، وتاني لن تذهب إلى دارفور، ما بيمشوا دارفور. ونحن حكومة الخليفة عبد الله التعايشي كناس من أهلنا من دارفور ورتنا الصفوة بتاعت الحكم ده، كانت جات هنا ما رجعت تاني دارفور. كل الحاصل ده هو زول بيستغل أهله عشان شنو؟ لأنه دي الأيديولوجيا الإسلام العروبية، لأنه هو هارب من أفريقيا وهارب من الزرقة وبكتلهم، هو ذاته زرقة بس لونه فاتح شوية. فالمسألة كده، لابد أن تواجه الأشياء ولا بد أن تسمى الأشياء بمسمياتها. شفت في زمن الثورة إذا لم تسمى الأشياء بمسمياتها فدي ثورة مضادة.